ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وانتم بتشوفوا الفيديو ده. هعمل معاكم النهارده وصفة لذيذة قوي، انا بحبها جدا. يعني من يوم ما جربتها وانا تقريبا بعملها مرة كل اسبوع. هعمل معاكم كرات اللحمة بصوص الزبدة والبصل المكرمل، وصفة لذيذة كده وخفيفة ومناسبة قوي للصيف لانها ما بتاخدش اكتر من ربع ساعة تحضير. تعالوا نشوف بتتعمل ازاي. عندي هنا أول حاجة نُص كيلو من اللحمة المفرومة، بيكون فيها نسبة دهن أو دسم يعني مش أقل من 20%. ونسبة الدسم هنا ميزتها بس في الوصفة دي إنها الدهون دي لمّا بتنزل بالطعام للحمة مع المادة الدهنية اللي أنا هاشوّح فيها. ضِفت هنا نُص كيلو لحمة مفرومة في البولة اللي أنا هاشتغل فيها، وضِفت عليها بصلاية بحجم متوسط تكون مبشورة متصفي منها المَيّة بتاعتها. بعد ما ضِفت البصلة هاجيب نُص حزمة من الكزبرة أو من البقدونس المتوفر عندِك أو المتاح يعني، وبدأت إن أنا أفرمها بالسكينة كده مش في الكبة، وضفتها على البصل واللحمة. التوابل عندي هنا بقى هتبقى ملح، فلفل أسود، شوية من البهارات المشكلة، ونُص معلقة صغيرة من البابريكا. في الخطوة اللي بعد كده بابدأ أضيف على المكونات دي كلها معلقة كبيرة من البقسماط، لو البقسماط مش متوفر عندِك ممكن تستبدليه بمعلقة كبيرة من النشا. بدأت إن أنا أقلب المكونات دي مع بعض، وبعدين هابدأ إن أنا أعجن بإيدي لحد ما تدّيني قوام الكفتة، اللي هو اللحمة تبدأ تطلّع زي خيوط أو خيوط رفيّعة كده اللي بتبقى موجودة في القوام بتاع الكفتة، تمام. هاسيبها في التلاجة ربع ساعة، وبعدين هاطلّعها من التلاجة أبدأ إن أنا أشكّلها على شكل كرات تكون حجمها صغير شوية، يعني مش صغيرة أوي وفي نفس الوقت مش كبيرة عشان أضمن إنها مستوية من جوّه كويس. بعد ما شكِّلت الكفتة اللي عندي كلّها بالشكل ده، هاجيب طبق فيه 4 معالق كبار من الدقيق، وهابدأ إن أنا أقلِّب كل كورة من الكفتة في الدقيق ده، عايزاها تتغلِّف بطبقة خفيفة أوي من الدقيق، ما يبقاش دقيق كتير. عندي طاسة سخنة حطيت فيها معلقة من السمنة البلدي، ممكن تستبدليها بالزبدة أو الزيت برضه متاح عندِك، بس السمنة البلدي هنا ادّتني تيستة حلوة أوي. بدأت إن أنا أشوّح الكفتة لحد ما خدت لون كده من كل النواحي، مش مهم إنها تبقى مستوية أوي من جوّه. المهم إنها خدت لون من برّه كده وزي ما بنقول اتشمّعت. طلّعت الكفتة وفي نفس الطاسة على الدهون بتاعة اللحمة ضِفت معلقتين كبار من الزبدة، كمية الزبدة دي مش كتير لإن المفروض إن الصوص بيبقى غالب عليه أوي الطعم بتاع الزبدة. وعلى الزبدة هابدأ أضيف رشة كده صغيرة من السكر، ما نبالغش أوي في السكر، هو يا دوب رشة بسيطة كده بمقدار مثلًا معلقة صغيرة أو يمكن أقل كمان. هاضيف على الزبدة وعلى السكر 3 بصلات بحجم متوسط متقطعين شرايح رفيعة، وهابدأ إن أنا أقلبهم مع بعض بقى على نار هادية لحد ما البصل بتاعي يبدأ يتكرمل وياخد لون دهبي حلو كده. في المرحلة دي هابدأ أضيف بس كده رشة من الفلفل الأسود بتدّي ريحة حلوة أوي مع الزبدة والبصل. وبمجرد عندي ما البصل بدأ يتكرمل مع الزبدة، هابدأ إن أنا أرجّع الكرات بتاعة الكفتة تاني وهاضيف عليها بس كده نُص كوباية من المَيّة، وهاسيبهم مع بعض على نار هادية لمدة 10، 15 دقيقة على حسب ما يبدأ يعمل معاكِ صوص بُني تقيل كده، يعني مجرد ما المَيّة تبدأ تختفي وتحسي إن قوام الصوص بقى تقيل تحت الكفتة، كده يبقى هي بقت جاهزة. وبس كده نقلتها في الطاجن اللي هاقدّمها فيه. طبعًا مش محتاجة أقول لكم هي قد إيه طعمها خطير. ممكن تتاكل جنب رز أبيض، جنب رز بسمتي، ممكن تتعمل ساندوتشات زي ما أنا عملتها يومها كنت رايحة البحر وعملتها معايا ساندوتشات جنب سلطة وجنب شيبسي كانت خطيرة. كانت فعلًا طعمها حلو أوي، يعني مناسبة للخروج، مناسبة ليوم حَر مش عايزة تطبخي فيه. أنا كده خلصت الوصفة بتاعتي، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وsave لو الوصفة عجبتكم، وما تنسوش تعملوا follow للصفحة بتاعتي لو لسه ما عملتوش follow.